اسعد الناس. يا عم عرفت روح اتنين يا عم ازاي؟ ما فيلكش. روح يا جندي، روح تلم، روح في 60 داهيه. بتقول ايه؟ رايح ب 60 داهيه جود. لا انا بتكلم واحد عندي، انت بتقول ايه؟ ايه انا تارك الاسلام اخوي، اه. وعايش بسلام ومحبه وامان. نعم. طب انت كده فرحان؟ إيه؟ لاني بعدت عن الحرب والخصام ونكاح الصغيرات، واني اكون مقرن بحسب ايات القران. عرفت شلون؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا لا لا، تحصنا. ما دام بتقول تركت الاسلام يبقى تحترم نفسك وانت بتتكلم. ده طيب رقم واحد. اقراني اخوي، اقراني سوره الحشر 33. ليك محترم وانت بتتكلم عشان ما هزقكش. لا عشان ما هزقكش، اسمع بس. ما انتم لا اذا هزات انت بتعمل باخلاق النبي، يعني ما في شيء جديد. ها ههزقك يا قليل الادب. معلش. شكرا لك. انا بقول انت لك قليل شكرا الادب. لك لان النبي عليه الصلاه والسلام كان شتام وسباب ولعان. نعم. مين يا قليل الادب اللي كده قليل الادب يا وسخ؟ افتح الحديث 2600 باب من سبه النبي ولعنه هو وغير اهل لذلك. يا وسخ، انت انسان وسخ. شكرا لك. اذا ربك كان عم يسب الناس قال عيت لهم بعد ذلك الزنيم بسوره القلم 13. نعم. روح يا وسخ يا متخلف، امشي. شكرا لك. شكرا يا لك. مرتد يا قليل الادب. شكرا لك. هي من اخلاق امشي يا التربيه جزمه. المتطالعه بتعليم القران الكريم والنبي عليه الصلاه والسلام. نعم. امشي يا قليل الادب هي يا وسخ. نعم. جود حبيبي، انا كثير مبسوط. خلي الناس تشوف اخلاق اللي مرباين على اخلاق النبوه يا وسخ وتعليم يا قليل القران الادب. الكريم. نعم. حد رباك ولا حد؟ انا هربيك يا وسخ. برافو عليك. انتم ذاتا طول عمركم انا بتربوا. هربيك يا وسخ. ايه اللي تاك يا ارحب؟ اسلامكم يا بالسيف يا بالقتل. نعم هذا الارهاب الحقيقي. نعم. مين اللي بالسيف والقاتل يا وسخ؟ انت تعرف انت ايه اصلا يا وسخ يا قليل الادب؟ هات لنجاوبك على القرآن. اللي وين في إرهاب لطالع لك يا آيات في القرآن وياك يا تقرأ. احمد. يا وسخ يا قليل الادب، انت تعرف انت ايه يا وسخ قليل الادب عنا ولا على الاسلام بتحب يا لك وسخ؟ شو بعرف؟ تحب لك شو بعرف؟ تفضل. يا كلب. معلش شوف لي نبيك امتى تجوز انت عائشة. خنزير. عارف ان انت خنزير ولا ما تعرفش؟ انت خنزير وكلب. عائشة امك ام المؤمنين امتى تجوزها نبيك حبيبي؟ عمرها 6 سنين. نبيك انت خنزير. نبيك عليه الصلاة والسلام كان بده فيدي. يا خنزير يا كلب يا قليل الادب. جود اخوي. امشي. جود. نعم. بتقول ايه يا قليل الادب؟ كمان نبيك تجوز عائشة أم المؤمنين وهي عمرها 6 سنين وبنى بها بالتسعة. تفضل أعطيني كرم. جوابك. ليش عم تغلط؟ ناقشه يا إيلي يا تاكيا، انت مش شايفه ولا ايه؟ معلش. لا عم يتسجل هذا كله وراح يطلع ترند بإذن الله الفيديو هذا. تكرم. يطلع ترند؟ يا ريت يطلع ترند عشان الناس كلها تشوف اخلاقك وتشوف اللي انت انسان اوسخ انسان على الارض. بارك الله فيك. نعم حبيبي. تعرفش كده ولا ايه؟ نعم. أنا عم أقول لك نبيك تجوز عائشة عمر 6 سنين وبنى بها بالتسعة. تفضل جاوبني غلط ولا صح؟ هتناقش معاك ازاي وانت مرتد عن الاسلام يا مرتد؟ لا أنا عم بسألك سؤال، بدي أشوف نعم الإسلام عندك. يلا يا مرتد يا جبان يا قليل الادب. شكرا لك. شكرا حبيبي، ربي يباركك. اسكت. أنا ما بسكت لأنه كلمة الحق تأتي على الشياطين فتقهرهم قهرا. اسكت. كلمة خسئت الحق يا كلب يا جبان. الشياطين كتما. أبدا. شفت الشياطين حبيبي خسئت. شلون؟ اللي فيه أرواح شريرة وشيطانية وتعاليم شيطانية بيلفظ بهالملافظ هي. أما اللي فيه معه تعاليم إلهية بيحكي بالمحبة والسلام. شفت حبيبي؟ تفضل. انت كنت مسلم يلا؟ أنا للأسف كنت مسلم وتركت ولا الإسلام. نعم. انت قليل الادب كنت مسلم؟ نعم. ها؟ تركت الإسلام. ارجع وطلعت لاسلامك يا الإسلام. مرتد يا قليل الادب. برافو عليك. عليك برافو. اللعنه. هذه هي أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليك اللعنه وعلى اخلاقك يا قليل الادب. عليك اللعنه. يا حرام. يا حرام حبايبي، صدقوني.
لما عليك الانسان اللعنه يا جبان. يكون في حقد دغري بيطالعه. ثكلتك امك. ثكلتك امك يا جبان. النبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ من لقى منكم منكرا فليقيمه بسيفه، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسانه. هون الأخ عم يستخدم لسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا، هون أكثر من أضعف الإيمان عم يفيدنا. نعم تفضل. لا اخرك معايا يا جبان، خلاص اطلع بره. معك. اطلع بره يا جبان يا قليل الادب. شكرا لك يا مسلم يا حنفي. نعم. ازاي تتكلم كده وازاي تقول كده على اسلامنا يا قليل الادب يا جبان؟ هي ازاي تتكلم عننا كده؟ نعم. هو قال لي ثكلتك امك. النبي قال من تعزى بعزاء الجاهليه فعضوه بهن ابيه. يعني نبيك قال اللي بيتعزى بعزاء الجاهليه يعض بعضو الذكري تبع ابوه. ثكلتك امك. ايوه. والنبي كان يقول انا نبي الله لا كذب، انا ابن عبد المطلب. كان يتعزى بعزاء الجاهليه. نعم. اسكت يا جبان يا قليل الادب. لا، انا عم بحكي ايات قرانيه، ما عم بحكي غيره ابدا. في عندك آية بالقرآن سجل يا بتقول ولا سليمان. تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة امشي وإن امشي الله يا قليل الادب. إن لغفور رحيم. يا رحيم. يا رب. بارك الله فيك وبك.